حبايب تيتا ميمي، ايه حكاية البنت اللي ضربت حماتها على السلم بالشبشب وله خشب كمان؟ والسبب موسم عاشورة، والمتهمة الزوجة محبوسة دلوقتي. والزوج اللي نشر الفيديو اسمه علي نبيل، وزوجته اسمها ندى حمدي أحمد محمد أبو زيد، وأمه اسمها حنان، وبنته اسمها برضو حنان. وأم البنت اللي ضربت حماتها اسمها رندا محمد العراقي، وهما من ديار بنجم تبع الشرقية. ونزل علي الفيديو علشان هما بيقولوا إن أمه هي اللي ضربتها الأول. وقبل ما أحكي أحب أقول إن البيوت أسرار، وكل البيوت فيها اللي مكفيها، وفيه الدنيا حموات كتير قاسيين ومتسلطين. زي مثلا مسلسل الحاجة ثعلبة، بنشوف الأم اللي متسلطة على كل شيء في البيت، وما يحقش طبعا لمرات الابن تعمل أي حاجة إلا لما تستأذن حماتها بيها. وده طبعا بيبقى أكتر في الأرياف، وابنها مديها حق بكده. وده ما ينفعش طبعا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ده. وفي طبعا مرات الابن القوية القادرة إنها تخلي جوزها يعمل كل حاجة هي عايزاها، ويعادي كمان أهله. من فضلكم حبايبي، اشتركوا في قناتي وشجعوني بلايك عشان يوصل لكم كل حكاوي ونصايح تتميم الجديدة. الحكاية إن الابن علي مسافر علشان أكل العيش، وبيشتغل بنا وحاطط كاميرات في البيت. بس يا ترى ليه حاطط كاميرات في كل حتة في البيت، وخصوصا هو في الأرياف؟ وشفنا فيديو اللي علي ابن الحاج حنان نشره، إن أم ندى بتتكلم للحاجة حنان الحما إنها تقعدوا يتكلموا سوا. فقعدت الحاجة حنان جنب ندى، ولسه بيتكلموا انفعلت ندى جامد، وقامت وضربت حماتها. وجت أم ندى تحوش ورمت نفسها في الوسط، وقامت وضربت بنتها، وبنتها كانت مستمرة في الضرب. حتى كان في لوح خشب جنبها خدته وعايزة تضربه بيها، وبتضربه بيها فعلا. وده بصراحة عيب، حتى لو مطلعة عينها حماتها. دي ست كبيرة وقد أمها، وما يصحش تعمل كده، وواجب احترام الكبير. ونشوف أبو البنت اللي ضربت حماتها بيقول إن بنته مسحورة، وشايفة إنه بيقول كده علشان عارف إن بنته لما ضربت حماتها ده غلط وعيب، وهتتعاقب. والمصيبة إن علي الزوج هو اللي نشر وفتح أهل بيت، وكان ممكن يروح بالفيديو الاسم ويعمل المحضر من غير فضيحة. بس هو عرف الدنيا كلها ونشر وقال: أمي حقك عليا يا نور عينيا، لو إني موجود ما كانش حصل اللي حصل. ملعون أبو الغربة وكلام كتير علشان زعلان على أمه. أمه اللي اتطلقت من زمان واشتغلت وكافحت لما ربت أولادها، بنتين وولدين. بس بيقولوا إن علي بيبعت الفلوس كلها لأمه، وهي اللي بتتحكم في المصروف وبتمنعها من الخروج. ومرات الابن بتقول إنها مش بتديها فلوس تودي بنتها العيانة للدكتور. ونصيحتي ليكم يا حبايبي، طبعا الضرب مرفوض وغلط في أي حالة من الأحوال، وهي طبعا مرات ابنها تتعاقب عليه. بس محدش يحكم إلا لما يسمع الطرفين. وأكيد في حاجة نفسية كبيرة تخلي مرات الابن تعمل كده. والفيديو صعب، وفي كمية من الغل والغيظ والغضب. والبيوت أسرار، وربنا هيحاسب كل واحد بحسب أعماله.